لحد ما في يوم كان جوز أختي كان جاي وأنا في الوقت ده كنت مجهزة نفسي جامد زي عروسة في ليلة دخلتها، ولقيته بيبصلي بصات غريبة كده لأني كنت لابسة قميص نوم من بتاع فرحي. هو كنت لابسة عليه الروب. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. ما تيجي أما أحكي لكم حكايتي، ولو عجبتكم ادعموني باللايك واشتراك في القناة. وبتحكي صاحبة الحكاية وبتقول: أنا شيماء، كنت متجوزة وقعدت مع جوزي 6 سنين واتطلقت. اتطلقت علشان ما بخلفش. طول ال6 سنين اروح لدكاترة واتعالج واخد علاج واعمل عمليات، بس ربنا ما اردش ان انا اخلف. وبعد 6 سنين اتطلقت من جوزي. انا ماليش الا اختي وحيدة، وابويا راجل كبير في السن. امي متوفية من زمان، انا اكبر من اختي ب3 او 4 سنين. هو ابويا متحملش طلاقي وزعل علينا قوي اللي احنا قاعدين لوحدنا، مفيش راجل ولا اخ يشيل مسؤوليتنا. هو أبويا تعب وتوفى وسابنا أنا وأختي لوحدنا في الدنيا. أختي كانت بتحب زميلها في الكلية. هو جه اتقدم لها، وأنا ما قدرتش أقوله إيه ولا لأ، لأن هي فعلا بتحبه وعايزاه وعايزة تتجوزه. علشان كده وافقت وأختي اتجوزت. هي كانت بتشتغل ومجهزة نفسها ومطبخها كله جاهز وحاجتها كلها جاهزة. أنا بعد ما اتطلقت وأختي اتجوزت عشت لوحدي في بيت أبويا. كنت عايزة أنزل أشتغل وقلت لازم أشتغل لأني وحيدة ومحرومة من حاجات كتير، والوحدة قتلاني. وفكرت إن أنا أنزل أشتغل، بس بصراحة حالتي المادية كويسة جدا لأن كان معايا فلوس، وكنت واخدة فلوس كتير من طليقي، مهري كان كبير ومعايا فلوس كتير. ما كنتش محتاجة للشغل، بس قلت لازم أسلي نفسي في الشغل. وفي يوم أختي جاية لي تقعد معايا شوية بعد جوازها، بدأت تحكيلي من جوزها وبدأت تشكيلي منه. قلت لها: انت لحقتي؟ ده انت لسه متجوزة من فترة قليلة. قالت لي: تعبني قوي، تعبني ومش مريحني، انا طول النهار بشتغل وتعبانة في الشغل، وده ما عندوش رحمة، هو كمان بيشتغل بس مفتري قوي وجامد، وعايز العلاقة دي كل يوم وكل شوية، وانا مش متحملة. انا بشتغل وعايزة اجي اريح نفسي شوية في بيتي، وده ما بيعتقنيش. واختي كانت بتحكيلي على كل التفاصيل بتحصل بينها وهي وجوزها في الشقة وفي السرير كمان. وياريت اختي دي ما حكت لي اي حاجة عنها، لان طول ما اختي بتحكيلي انا بتخيل جوزها ده معايا، لان انا بحب العلاقة قوي، هو بحب الحاجات ديت، انما اختي ما بتحبهاش لانها بتشتغل وعاطية كل وقتها للشغل ومش عايزة الحاجات دي قوي. وبعد مرور الوقت اختي خلفت من جوزها وبدأت تهمله ومش بتديله حقوقه الشرعية. قالك فين وفين، وانا كل ما تيجي تحكيلي من جوزها كنت بتخيله معايا، لان انا محتاجة وهي مش محتاجاها. هو انا بحب الحاجات دي وهو كمان بيحب الحاجات دي. اتمنيته اتمنيت جوز اختي يكون ليا. انا كان يتجوزنا انا، وكان جوز اختي لما بيجي عندنا الشقة ويقعد معانا شوية كنت بخش الأوضة وأكون جاهزة وأكون على سنجة عشب، وحاجات بتاعة الفرح كانت جديدة لسه بقيت ألبسها، زي مثلا قمصان في الشقة، بيجامات، برمودات، حاجات كده من اللي هي بتظهر الجسم كده وتخلي حاجات كده باينة من الجسم وتبان معالم الأنوثة بتاع الواحدة. هو أول ما كان بيشوفني كده كان بيتهبل ويقولي: انت حلوة أوي وجميلة ومهتمية بنفسك، إنما أختك مش عاطياها الحق لنفسها وقت تهتم بنفسها ولا بيتها ولا بيا كمان. كنا بنقعد أنا وهو في الوقت اللي أختي فيه في الشغل، كان بيجيلي ساعة أو ساعتين كده نقعد مع بعض نتكلم ونحكي. كنت وأنا بتكلم معاه بتخيل أختي وكلامها والحاجات اللي كان بيعملها معاها، وإنه مفتري معاها في العلاقة وهي ما كانش قادرة تتحمل. هي كانت بتحكيلي بتقولي: كنت ما بخلص أنا وهو في حاجات كتير بتوجعني وأنا مش قادرة ولا متحملة. أنا واحدة عايزة البساطة، مش عايزة الافتراء في العلاقة دي، عايزة حاجات بسيطة كده، وهو كان مفتري. وانا بصراحة يا جماعة حابة جوز اختي وحابة ان انا اشوف اللي اختي بتقول عليه واجرب اشوف اللي هي بتحكي عليه. لحد ما في يوم كان جوز اختي كان جاي، وانا في الوقت ده كنت مجهزة نفسي جامد زي عروسة في ليلة دخلتها. كان جاي مع اختي ولقيته بيبصلي بصات غريبة كده لان كنت لابسة قميص نوم ابيض من بتاع فرحي. هو كنت لابسة عليه روب، انا كنت واخدة على جوز اختي ده كنت بلبس قدامه اي لبس، ما كنتش بدور، كنت معتبراه واحد مننا يعني عادي اما يشوفني باللبس ده. هو اول ما شافني كده
عينه زغللت ووشه احمر ومش قادر يمسك نفسه، وجالي المطبخ وانا بعمل الشاي بيقولي: ايه الجمدان ده؟ انا بصراحة كنت مستمتعة قوي. اختي قالت لي انا نازله رايحه الشغل، وقالت لجوزها انا رايحه الشغل، انت هتروح؟ قال لها بس هشرب الشاي وهروح وانزل وراكي. هو فعلا اختي راحت الشغل وسابت ولادها معايا، وجوزها قعد معايا شرب الشاي ويقول لي: الجسم من ده ضغطك ماهيش زيك خالص، ولا جامد زيك ولا جامدة زيك، وكان نفسي أجرب اللي أختي بتقول عليه. وفعلا هو اتعاملنا مع بعض ولقيته فعلا زي ما أختي بتحكي وبتقول عليه، طلع أجمد كمان. قلت هي الحاجات دي ما كنتش بشوفها من جوزي، ورجع لي إحساس كنت مستنياه من زمان من بعد طلاقي. هو بصراحة جوزي اللي كنت متجوزاه الأول ما كانش كده، ولا كان بالطريقة دي، ولا كان بيعمل معايا الحاجات دي كلها. وخلاص اتفقت أنا وهو إن هو هيجيلي في الوقت اللي مراته في الشغل فيه، يجي عندي ساعتين تلاتة كده بنقضيهم مع بعض، وأغلب الوقت بيقضي معايا وخلاص. أنا خدت عليه، هو خد عليا، وأختي كمان معادش بتشتكي من جوزها لأنه خلاص لقى البديل. أختي ارتاحت من الموضوع ده خلاص، فايقة لشغلها وبدأت ما تشتكيش من جوزها. وكل ما تيجي عندي أقولها: انت عاملة ايه مع جوزك؟ قالت لي: الحمد لله، ده اتغير كتير عن الأول، ما عادش بيطلب مني حاجة زي الأول، كل طلباته بقت بسيطة قوي، ما عادش زي الأول معايا. ودي حاجة مريحاني قوي. وبدأت أفكر في كلام أختي وأقول خلاص، كل تفكيره فيا أنا، وكل اهتماماته بيا أنا. حتى أختي ما عادش بتشتكي، لحد ما في يوم لقيته بيقولي: انا ما عدتش هعمل العلاقة دي معاكي، انا خايف اغضب ربنا. وانا فعلا بغضبه، مش عايزة اعمل حاجة في الحرام، انا لازم اتجوزك. بصراحة يا جماعة انا اتكسفت منه قوي، لان المفروض كنت انا ابدأ بالكلام ده الاول، ان انا اطلب منه ان هو يتجوزني. هو فعلا اتجوزني، بس قبل ما يتجوزني قلت له طلق اختي علشان اتجوزك، وفعلا سمع كلامي علشان هو كان محتاج لي قوي، مع ان اختي مخلفة منه، وسمع كلامي وطلقها، وانا بسببي اختي اتطلقت وخدت ولادها ورجعت بيت ابويا. وانا عشت مع جوزها واتجوزته، بس بعد فترة تعبت انا كمان، تعبت من العلاقة معاه، لان زي ما قلت لكم وزي ما اختي كانت بتحكي ان هو مفتري قوي في العلاقة، وفعلا ما عندش قادرة اتحمله ولا قادرة اعيش معاه. وافتكرت كلام اختي، وافتكرت ان انا خربت بيت اختي علشان مصلحتي وعلشان مزاجي، وبقيت اروح لاختي علشان اتاسف لها وتسامحني، وهي ما كانتش ترفض، وكانت تخبط على الباب بتاع الشقة بتاعتها ما كانتش راضية تفتح لي. هو ساعات ولادها هما اللي يفتحولي، واقعد اتأسف لها وهي ما تردش عليا ولا راضية تسامحني. وفعلا جوزها بعد ما أصريت عليه واتحايلت عليه وقعدت اقوله طلقني طلقني، ورجعت بيت ابويا تاني، وجوزها انا طلبت منه قبل ما اتطلق ان هو يرجع لمراته اللي هي اختي علشان يربوا ولادهم، لازم اختي تسامحني. وطلبت من جوزها ان هو يرجع لها ويتأسف لها، وفعلا قعد يطلب منها السماح، وقعد يقول لها: ارجعي لي، انا غلطان، كانت لحظة ضعف مني، معلش حقك عليا، انا هعوضك عن الايام اللي انا سبتك فيها. واختي مش راضيه ترجع له ولا راضيه تسامحني. انا مش عارفه اعمل ايه يا جماعه، انا عارفه ان انا غلطانه وضريت اختي كتير وعملت حاجه ما ترضاش ربنا ولا ترضي ضمير اي حد. انا نفسي اختي تسامحني وترضى عليا، وانا هنسى كل حاجه وافوق لنفسي، مش هغضب ربنا تاني، وهشتغل وهدي حياتي للشغل وانسى الحاجات دي كلها. يا ريت يا جماعه لو اختي بتسمع حكايتي تسامحني وتبعتلي في التعليقات، واي حد بيسمع حكاية النهاردة يبعتلي في التعليقات اعمل ايه واتصرف ازاي مع جوز اختي ومع اختي وولادها. لو عجبتكم حكاية النهاردة ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. باي باي.